اللي مطلع عينينا جوه في الاوضه في ماتش الزمالك وهيكسر التلفزيون وقاعد متحامل حضرتك ليه؟ ده ناقص يمشينا ويقعد لوحده كده. مش عارف حازم النهارده مش عارف، مش عاجبني بصراحه. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس يا استاذ الماتش بيبدا كان مش عارف، هو طبعا ليه حق بعد الماتش لانه طبعا التغيير غلط. يعني انا مش عايز اتكلم عشان اقول لكش بيتدخل، اعتبر دي واحد من الجمهور. انا عايز اقول طبعا انا عارف رايه انه واحد بقاله سنه ما بيلعبش ولعب. بقول لك تاني الجونه لعبت احسن من نادي الزمالك النهارده. كلام كويس. انا عايز اقول حاجه، وهم خلي بالك وهم لسه بيتغدوا دلوقتي. كلمت اسماعيل قلت له وقف جميع المستحقات والمكافآت لغايه نهايه الموسم، الموضوع ما فيهوش هزار. طب ممكن اقول لحضرتك حاجه بعد اذن حضرتك يا فندم؟ طبعا انت حضرتك رئيس النادي وصاحب القرار الاول والاخير، بس يعني هو طبعا النهارده ممكن حضرتك توقف المستحقات، لكن يعني رايي انا كنت لعيب كوره برضو ان هو الفتره دي هي في تفنيش الموسم. يعني هو الفتره دي عمل موسم كويس جدا، حضرتك وقفت المستحقات كلها لغايه اخر الموسم. يعني انا شايف هو قرار قوي قوي على لعيبه عامله موسم كويس، موسم قوي جدا. حضرتك الفتره دي حضرتك الفتره دي هي محتاجه بالعكس تضاعف المكافآت عشان يبقى الحافز اكتر. مليون دولار مش جاي 4 مليون دولار من عبد الشافي. هاجي لك الاسبوع الجاي 2 مليون و800 الف دولار. 2 مليون و800 يعني بنتكلم في 150 بنتكلم في 250 300 الف دولار كده تجهزهم لي. انا هسيبكم. لا قبل ما حضرتك تسيبنا تصالح الكابتن عصام. لا كابتن عصام طبعا لازم تصالحه. والله رسايل هو عارف. انا ليه بقول له مش عايز تبص لي لان عمال ابعت له في رسايل وهو طبعا شايفها، واخد بالك. لكن انا في النهايه يعني بقول له يا كابتن عصام من فضل حضرتك يعني حط عينك مع الكابتن وجيه شويه. الكابتن وجيه احمد بيكره الزمالك طول عمره، من فضلك خد مني انا من ساعه ما انتوا عايز تلاقي ده وجيه احمد ده يكره الزمالك.